السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض طبخه اقتصاديه جدا وموفره. هنعمل كشري الفول الاخضر. الفول الاخضر بيبقى ليه فتره معينه، هو موجود دلوقتي في السوق فهنستغله. معانا 3 كوبايات فول اخضر متقشر، هنفصصهم الحبايه الصغيره الطريه من جوه، ممكن تسيبها بقشرها زي ما هي. في حله على النار فيها شويه زيت، هنزل عليهم ببصله مفرومه ناعم. هنشوح البصل لحد ما يدبل، مش هنعطيه لون عشان ما يبانش في الرز. هنزل عليهم بفص ثوم مفروم وهنقلب شويه، وبعدين ننزل بالفول الاخضر. هنشوحه شويه عشان لونه يبقى اخضر وحلو، وهنزل عليهم بالبهارات: كزبره، كمون، فلفل اسود، ملح. هنلوحهم شويه ونضيف عليهم معلقه كبيره كزبره مفرومه ونقلب شويه. هنضيف كوبايه ونص رز مغسول ومتصفي كويس. خلي بالنا الفول بيبقى اكتر من الرز. هنضيف عليهم الميه ونغطيها لحد ما يغلي ويشرب الميه، وبعد كده هنهدي النار عليه عشان يستوي براحته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله، ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وكده الرز استوى معانا، بسم الله ما شاء الله، ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا تكلفه. جربيها باذن الله هتعجبك. ممكن تقدميه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.